الاسر كلهم ايا كان سبب الوفاه، لكن لازم الناس تعرف الحقيقه يا استاذ احمد. ايه اللي حصل؟ اتفضل يا فندم. اللي حصل ان الدوله فكرت انه ازاي دوله مش عارفه تنظم بطوله مسابقه رياضيه بدون جماهير، وهتعمل انتخابات برلمانيه، وهتعمل مؤتمر اقتصادي، فسمحت ان يبقى في جماهير. اتحاد الكوره وافق، هيكون في 10,000. كل نادي ياخد 10,000 تذكره بتوعه يتصرف فيهم كما يشاء. نعم. نادي الزمالك اللي انا بتشرف برئاسته قررت ان انا اوجه 5,000 دعوه لشباب الجماهير مجانيه. تاني بقول اهو مجانيه. كويس. عمل مؤتمر صحفي دعينا فيه الاولاد كلهم حتى فيهم الالتراس. قلنا بس انت هتخش تشجع بصفتك جمهور نادي الزمالك. نعم. قصه الروابط والبلطجه دي انتهت خلاص. انا بايدي انا يا احمد وزعت، انا اللي بوزع بايدي وانا بقول لك وهم سامعيني دلوقتي، وزعت 5,000 من جميع فئات المجتمع، كل الجماهير، وال5,000 التانيين اتباعوا لاعضاء النادي. اذا بقى في التزام انه، وعلى فكره اللائحه بتاعه المخالفات الجمهور يخش اكتر من العدد او شتيمه الجيش او الشرطه انا اللي عاملها بصفه رئيس لجنه الانديه. نعم. اللي حصل بالظبط ان في ناس بتبلطج وتصورت انها فوق القانون وتصورت ان مفيش دوله. كل بني ادم كان معاه تذكره يا استاذ احمد دخل. نعم. على مسؤوليتي، انا واقف ساعه ونص قدام الاستاد. كل بني ادم، كل شاب وشابه معاهم تذكره دخلوا. انما كانت الكارثه في الاتي: 200 300 ولد بلطجي ما لهمش علاقه بالجماهير ناموا قدام اتوبيس اللعيبه. قفلوا الشارع بالعرض وناموا قدام الاتوبيس لمده ساعه ونص. الاتوبيس مش عارف يتحرك. ده جمهور؟ لا طبعا. لا. نعم طبعا. نعم. لا طبعا مش جمهور. ده الناس بتقول لك مفيش دوله. نعم. فكلمني محمد صلاح وكلمني اسماعيل يوسف، كلمت السيد وزير الداخليه انه مفيش كده في العالم. في دوله مفيش. نعم. واخد حضرتك؟ واستسمحتوا انه بالقانون، والشرطه عندها ادوات قانون. انت عارف حضرتك الغاز بيفرق. فالشرطه فعلا استعملت الغاز المسيل للدموع عشان تمشي البلطجيه اللي نايمين في الشارع اللي عايزين الاتوبيس. لاول مره انت عارف يعني ايه ان اتوبيس فريق ايا كان اسمه اهلي زمالك اي نادي مش عارف يوصل للاستاد؟ معناها مفيش دوله. طبعا. معناها مفيش قانون. نعم. كلامي واضح. واللي مش عاجبه ياخد دماغه في الحيطه. فرقوهم. للاسف الشديد فرقوهم. ساعه ونص. الولاد جيهم في عربيه مصفحه. فريق زمالك دخل في عربيه مصفحه وانا كنت معاهم ودخلت معاهم اوضه اللبس. في لعيبه طبعا من كتر القنابل المسيله للدموع وفي ناس بتضرب شماريخ مش شايفين. طبعا. قلت لهم هتلعبوا الماتش وتغلبوا بس يبقى انتصرت دوله القانون. وجبت حازم امام واسماعيل يوسف. قلت لهم العبوا تغلبوا ما عنديش مشكله. بس الدوله لازم تنتصر النهارده. في الملعب ده ملعب رياضي. كان في حوالي 300 ولد او 400 كده. انا خرجت لقيت في راجل كده محترم لابس بدله وكرافته، فقال لي استاذ مرتضى عايزين نصرف دول. فقلت له بس بعد اذن حضرتك مين؟ قال لي انا اللي هو الشرقاوي. طلع مدير مباحث القاهره اول مره اشوفه. قلت له حضرتك تسمح لنا بعد اذن حضرتك ندخلهم و300 400 500 مش هيقصروا لان الاستاد اصلا بياخد 40,000. فالراجل بادب شديد دخلهم. انا بقول لحضرتك انا اللي شايف وانا ساعه ونص قدام الاستاد مفيش طلقه انضربت. تاني بقول مفيش طلقه انضربت. تمكن مجموعه من البلطجيه المجرمين من الدخول قبل الماتش ما يبدا. حضرتك جاي تشجع نادي الزمالك ولا جاي تقل ادبك؟ شوف يا فندم انا اسف للمستمعين، الماتش ما بداش. لعيبه وسخه يا ولاد الوسخ. خلاص بيشتموا اللعيبه يا فندم. بقول لحضرتك اتفضل قول لي ما عشان نسمع. انا اللي بقول انا موجود، انا شاهد عيان. اتفضل قدام ربنا. لعيبه وسخه يا ولاد الوسخه. يا حكومه وسخه. ما بداش الماتش. ده بيشتموا لعبتهم. نعم.
زي ما عمرك حضرتك شفت يعني ام بتخنق ابنها، زي ما راحوا قفلوا حضرتك ساعه ونص اللعيبه. المفروض جاي قافلين عليهم يشجع مش الطريق. جاي يشتم. نعم. لا يا فندم، ده جاي يعمل فيلم. فالجماهير المحترمه اللي دخلت ال10,000 المحترمين حركتهم يبقوا العيال يبقوا في وسطهم، فبقوا عددهم ما فيش جزم قديمه موجوده، اتخرسوا. تمام. نعم. ارجع بقى بره بقى. بص يا احمد بيه، حصل ايه بره؟ بص يا فندم، يوم ما السيد ايمن عباس رئيس اللجنه العليا اعلن فتح باب الترشح المرحله الثالثه من الاستحقاق الدستوري، انتخابات برلمانيه، ايوه، بالليل عملوا مذبحه سينا. بالليل يا فندم، خلي بالك. ايوه. واستغلوا ماتش الاهلي، كان ماتش الاهلي والزمالك بيتلعب، والظابط قاعد يتفرج، اهلاوي ولا زملكاوي والعسكري الغلبان بيتفرج، متعته الوحيده. تمام. هم عارفين بيعملوا ايه، ودخلوا ذبحوا اولادنا، فجروهم. النهارده تفتكر حصل ايه؟ النهارده الورق. اول يوم صح. لتقديم طلبات الترشح. نعم صح. اول يوم. ايوه. فانا لازم اعمل لك كارثه. انت بقى مش خلاص مكمل ومرسي العبيط ده مش راجع؟ لا. وعشان كده بقول لاي حد بيفكر يلغي الدوري او يلغي اي مسابقه رياضيه، بقول له انت جاهل. انت حققت الغرض بتاعهم، انت حققت غرضهم، لان هو عايز ده، عايز يبين للعالم بوتين جاي بكره مصر ما فيهاش امان في ماتش كوره. بس عايز اقول ان الماتش 90 دقيقه او 95 دقيقه ما فيش فيه مشكله. جماهير محترمه بتشجع باحترام، ده الجمهور الحقيقي. ادي واحد. اتنين، حضرتك انت مش واخد بالك ان هو عايز يقول ازاي مش عارف تحمي ماتش كوره بتلغي مسابقه وانت عندك انتخابات برلمانيه هيبقى فيها عصبيه وهيبقى فيها امال حضرتك هتعمل انتخابات ازاي؟ 3، هو بيقول لك ان بوتين جاي بكره. مش ده بقى صديق مصر بقى؟ مش ده اللي بيدافع عن مصر في المحافل الدوليه؟ لازم العالم بكره يعرف ان بوتين جاي ومصر فيها كارثه ومصر ما فيهاش امان. نمره 4، في مؤتمر اقتصادي جاي في مارس 13 مارس، لا ما يتعملش يا مستثمرين، دي مصر مش عارفه تعمل مسابقه دوري، مسابقه كوره. بقول للحكومه جمدي قلبك، اولادنا اللي ماتوا شهداء، نحسبهم عند الله شهداء. نادي الزمالك اعلن حداد 3 ايام وفوق دماغنا. انما مين اللي عمل ده؟ مين اللي موت الناس وماتوا ازاي؟ احمد بيه، انا ساعه ونص واقف في الشغل، انا بقول لحضرتك واقف في وسط الناس، جمهور، انا مصور حتى في وسط الجمهور ساعه ونص. الشرطه لم تطلق طلقه واحده. انا بقول لك اسمعوا، طلقه. كان كله قنابل مسيله للدموع، لدرجه المدير الفني للاسف اللي هو فيرا ده اللي لسه جاي، طبعا الراجل اتعمى مش شايف، وهو كان باتشيكو قال له هناك، قال له ما تروحش مصر ما فيهاش امان. فبعت احمد مرتضى وامير مرتضى عشان يطمنوه البلد فيها امان على حسابهم طبعا. تمام. الراجل قال لي ايه الدخان ده؟ قلت له معلش في 5 6 مصانع حوالينا بتطلع دخان للاسف الشديد. ليه بقى؟ دي رياضه؟ لا انت مش رياضه. وعايز اقول لاي مسؤول هتطبطب على الالتراس، هتخاف من الالتراس، دول الجناح العسكري لاخوان المسلمين، دول اللي في الجامعه، دول اللي في المترو، دول اللي في ميدان التحرير، دول 6 ابريل، دول الاشتراكيين الثوريين، هم دول مش مصر، مش عايزين مصر. واللي عمال يتكلم عن الشباب، لا شبابنا مش دول خالص. طب قدامنا الصور ال 10,000 اللي كان موجود، الوايت نايتس وهو بيشعل الحرائق اهو قدامنا على الصوره اهو قدامنا بيشعل، ولع في عربيتين. خلي بالك. تمام. دول مكانهم السجون. وبقول لمحمود طاهر رئيس النادي الاهلي من فضلك حط ايدك في ايدي ما تخافش. في دوله. وزي ما قلت النهارده لحازم امام في اوضه اللبس قبل الماتش، وقلت لاسماعيل يوسف محمد صلاح اتغلبوا النهارده ما عنديش مشكله. هل دول حازمون يا سياده المستشار اللي عملوا؟ يا فندم حازمون على حازقون، على اشتراكين ثوريين، على عيال صايعه، على ما حدش عارف يربيهم، على اب وام في غيبوبه، على ترامادول، واخد بالك؟ فانا بقول له يا استاذ محمود إنه هذا الامر مرتب ليه يا فندم. بقول تاني، مجزره اللي حصلت في سينا كان يوم ماتش الاهلي والزمالك ساعه الماتش. اليوم ده كان ايمن عباس اعلن فتح باب الترشيح. النهارده اول يوم لتقديم طلبات الترشيح. نعم. مفيش حاجه بتيجي كده. لا يا استاذ. وبعدين حضرتك النهارده جاي تشجع، طب ما انا قعدت اقول لك ده انا عملت مؤتمر صحفي اي حد عايز يجي يقول لحضرتك 5000 دعوه مجانيه،
يعني نص التذاكر مجانا، ولو كان جه 5000 تاني بدل ما كنت بعت الاعضاء كنت اديته لهم. خلي بالك، بالعكس انا اقول لك سر بقى، ده انا اشتريت ختم واستاذنت استاذ وزير الشباب اختم على التذاكر المفروض مباعه غير مخصص للبيع، وقلت للاولاد دول اديهم برضه، وطلبت منهم الاتي: عايز تشجع تخش انت في محفل رياضي، شجع زي ما انت عايز، لا تشتم حكم ولا تشتم النادي الاهلي ولا تشتم محمود طاهر ولا تشتم صالح سليم ولا ام صالح سليم الله يرحمها ولا السفلات ولا الشرطه ولا الجيش، خلاص عايز اتفضل. والله العظيم يا استاذ احمد ما يزيدوا عن 50 عيل لا لا ادبهم جوه النهارده، وتلاقي الجمهور اتلم حواليهم جوه المتاع بعد 3 ثواني، اللي بيشتموا قبل الماتش ما يبدا. تمام؟ فانا بقول النهارده الناس ماتت ازاي؟ برضو انا عايز اعرف الناس ماتت ازاي. الناس ماتت ازاي؟ اسالوا الاخوان المسلمين. احمد في الجامعه مش كان لما انا رفعت دعوه عشان ارجع حرس الجامعي، تمام؟ فلقيت السيد وزير الداخليه قال لي لا انا التقرير جه اللي هو محامي الحكومه قال لا مش عايزين حرس جامعي. فانا سالت الراجل قال لي يا استاذ مرتضى الطلبه بتتقتل جوه الجامعه برصاص من ورا بيقولوا الداخليه، ما بالك لو انا دخلت وظباطي جوه؟ خلي بالك لو انا دخلت انا وظباطي جوه وعساكري. فعايز اقول لهم اتقوا ربنا في وطنكم. وبقول للاعلام يا احمد بعد اذنك، اتفضل. ما رئيس الجمهوريه قال الاعلام ضمير الامه. في بعض الاعلام الفاسد اللي بيولع مصر تاني مش واخد باله ان احنا في حرب اسوأ من حرب 67 واقوى من حرب 73. عارف ليه؟ 67 73 عدوي ظاهر اهو قدامي اسرائيل، هم اللي قدامي دول. انما يا فندم ده في حرب اعلاميه، قناه الشرق وقناه المصري الان ومش عارف قناه مين. الفلوس دي بتيجي منين؟ الحرب الاعلاميه الاولى 2 خلاص جيوش جيالي، هم الولاد اللي قتلوا الشهيد الاردني المحترم باسل ده. انا شايف اجسامهم؟ نعم. دي ليست اجسام عربيه، اسف، دي اجسام امريكيه واوروبيه متدربه على اعلى مستوى. شوفهم واقفين بيحرقوا شاب ما عملوش حاجه، وهم مش عارفين ان هم بده اللي بيعملوه ده. لا تقول لي هل حان الوقت للتعامل مع هذه الروابط بالقانون وليس بالطبطبه زي ما بيتقال؟ اللي هيطبطب على هذه الروابط انت عارف يا احمد، اقتحموا نادي الزمالك، خلي بالك، اقتحموا نادي الزمالك وروعوا الامنين وضربوا المصلين، عملت بلاغ خددوني بالقتل، تمام؟ ضرب عليا 14 رصاص، عملت بلاغ، اتنازل ما رضيتش، ضرب عليا ميه نار، تمام؟ ومكمل تاني ومكمل. عارف ليه؟ عشان في وطن، في دوله. لو عادت دوله القانون والدوله ما خافتش ومفيش مسؤول جه حد قال له النبي دول ولادنا عايزين نطبطب عليهم، دول مستقبل مصر، مش دول مستقبل مصر. مستقبل مصر الطالب اللي في الجامعه متفوق، مستقبل مصر العامل الغلبان اللي في مصنعه بالليل وبالنهار، الشاب ده. مستقبل مصر البنت الغلبانه اللي شغاله في مصنع او في مشغل، دول مستقبل مصر. انما البلطجه دي مش مستقبل مصر، دي مش مستقبل مصر. النائب العام اصدر امر بالقبض على قيادات الوايت نايتس. مين يا فندم؟ النائب العام، في خبر يا فندم ما هو من ساعه كده بالظبط كده. تمام. بقول تاني يا احمد اقسم بالله انا ما بيني وبين الاستاذ محمود طاهر الا كل خير، بالعكس انا وقفت جنبه في الانتخابات يعني كنت واقف في ظهره. تمام. عايز اقول له يا استاذ محمود من فضلك جمد قلبك، انت رئيس نادي كبير جدا، انت رئيس النادي الاهلي، جمد قلبك يا فندم وحط ايدك في ايدي وفي ايد الدوله وفي ايد الجمهور العادي المحترم، ونخلص من هذه الفئه المجرمه البلطجيه اللي مالوا الارض فساد. وللاسف انا عندي لاعب النهارده يا احمد، لاعب للاسف الشديد ماتش شغال، اولا ما رضيش ينزل الماتش، البيم الالتراس، تمام؟ لاعب من الالتراس؟ للاسف. خلاص ده اعتبره توقف النهارده. ده اسمه ايه؟ احنا قاعدين وقفناه. تمام. اسمه ايه؟ اسمه عمر جابر. عمر جابر. ايوه يا فندم. وقفتوه قد ايه؟ لا اجل غير مسمى. اجل غير مسمى. عمل ايه بقى يا فندم؟ نعم. رفض ينزل ملعب، رفض يلعب، وقعد يلف الملعب وراح للعيال المجرمين اللي هم قعدوا يشتموا اللعيبه زملائه وقعد يحييهم. لا انا مش هجيب ابو تريكه جديد، لا انا اسف. وبقول للناس بتوع شركات الاعلانات ابو تريكه انتوا عاملين له اعلانات في كل مكان، كل ما اشوف ميدان الاقي ابو تريكه. هو ده القدوه؟ ده اللي شتم جيشنا؟ ده اللي رفض يسلم على وزير الدفاع؟ وكان وزير الدفاع هو اللي قتل ولادنا؟ احمد لازم الاعلام يفوق. وبقول لكل اعلامي انت بتلعب بالنار
لما بتطبطب بتولع في بلدك. والناس يا احمد، انت عارف الناس، انت نسبه اكبر نسبه مشاهده انت وائل ابراشي ليه؟ نعم. عارف ليه؟ لا. عشان الناس مصدقاكوا. عارف مصدقينكوا ليه؟ عشان بتحبوا البلد دي. وهتلاقي نفسك بتتشتم على الفيسبوك من الدوله الوهميه، هتلاقي عيل داخل مثلا ب 100 نفر سمي نفسه سنيه وعليه، واخد بالك؟ ما تتراجعش. بقول لك النهارده تاني اقسم بالله لو نادي الزمالك كان انهزم ما كنت زعلت، وده اللي انا قلته. بقول لك كلم اسماعيل يوسف وكلم اللعيبه. وانا بحيي حضرتك انك عملت كده، وبحييك مستشار مرتضى منصور، تحياتي لحضرتك وخالص العزاء لاسره نادي الزمالك، في مشجعي نادي الزمالك، في الناس اللي توفوا النهارده، والزمالك حداد لمده 3 ايام كما ذكر المستشار مرتضى